قدم نفسك تفضل. أنا الفنان السوري أبو علاء عمر مراوي من دمشق زمنكا. فنحن كنا من البداية يعني ضد بشار، وكانت ثورتنا سلمية 100%. طالبنا بالإصلاح. أنا كنت أخرج مطالب بالإصلاح. يعني كيف إصلاح؟ يعني إصلاح وزارة العدل، إصلاح وزارة الداخلية، الشرطة، الأمن، الأفرع الأمنية يعني. وأنا مغني للرئيس حافظ أسد كتير، ومغني له كتير، وبحبه للرئيس بشار. أنا بحبه لبشار وعم حكي. فطالبنا نهتف نغني. فنحن نطالب بالحرية والنظام يقتل. نحن نطالب بالحرية والنظام. قررتوا حمل السلاح؟ نعم. وقتها قررتوا حمل السلاح؟ لسه لحد الآن ما قررنا. نحن نطالب بالإصلاحات والنظام يقتل. تعامل بالقتل بهذاك الوقت. بعد 6 أشهر بدأ دخول السلاح إلى سوريا. من الأردن يدخل السلاح، من لبنان يدخل السلاح عن طريق الحريري، من تركيا دخلت السلاح، من العراق فدخل السلاح عنا إلى دمشق. وهل ده شيء مقبول؟ هل الحريري بيحبك أو بيحب سوريا عشان تقبل سلاح؟ والله تضامن. هو تضامن. لا نحن عليك. هل تسميه تضامن؟ أنا ما بذكر. هلا بالحريري بلبنان يوجد أكثر من 200-300 ألف مواطن سوري هو يطعميهم ويسقيهم ومسكنهم. حريري يعني رجل خير الحريري في نظرك؟ لا، هو ما بعرف شو لك، رغم انه معادي لمشروع المقاومه. ما هو في صراعات من قتل رفيق الحريري وهو الى اخره. طيب انا عايز اقفز معك بعد دخول السلاح، دخول مقاتلين اجانب، كيف انت كمواطن سوري تقبل ان يدخل مواطن اجنبي يقتل اخيه؟ نحن سطحنا حديث كثير. كنت احكي هلا انا عايز اعديه عشان انا هلا احكي. بعد دخول القاعده الى دمشق والتفجيرات التي تقوم في دمشق وتقتل القاعده الان، تقتل العسكري السوري، تقتل المواطن السني الشيعي العلوي الدرزي المسيحي، القاعده تقتل. نحن ضد هذا الموضوع، رغم ان انتم اللي فتحتوا لهم الباب. يعني انتم قبلتم سلاحهم في الاول والله ليس الشعب السوري. انا في احد المرات كنا ماشيين في مظاهره، رايت علم القاعده فانزلته، فقلت للشباب انزلوا هذا العلم. نحن لا نريد أن قاعدة ما قاعدة. أنا فنان بغني عود طيب بعد 60,000 قتيل ودمار شامل في سوريا، والله شعورك إيه الآن يعني؟ والله نحن هلا أنا بدأت يعني صراحة بعد ما تدمرت سوريا وراحت البنية التحتية، فكتير نحن يعني شو بدي لك حزنانين على واقع سوريا. ونحن لا نريد، كنا نريد من بشار أسد الإصلاح. الآن دخلت القاعدة، ومن يخرج القاعدة ومن يستطيع أن يخرج القاعدة. ده دليل على أن النظام كان محق وهو يقاوم هذه الأشياء حتى لا يفتح المجال لدخول الأجانب. صحيح. أو لدخول المتربصين. يوجد مقاتلين من تونس ومن ليبيا ومن تركيا ومن السعودية ومن الخليج العربي كله، ودخلت عن طريق القاعدة. ويوجد مقاتلين مع بشار أسد من الهند والباكستان وحزب الله إيران. يعني صارت أصبحت سوريا ساحة صوملت سوريا. الآن بدأت صوملت سوريا، وربنا يقول نحن يستر، ربنا يستر على. طيب الرئيس الأسد قدم مبادرة الآن من أجل إيقاف نزيف الدم ووحدة سوريا من جديد وإخراج الإرهابيين منها، إيه رأيك فيها؟ طيب. أول شغلة الشعب السوري ليس إرهابي. الإرهابيين الأجانب بقى. لا الإرهابي نحن نطردهم. الشعب السوري ما له إرهابي، بالعكس أكثر شعب سوري بالعالم مسالم وحبيب. ودني 6 شهور ما أطلق طلقة ضد النظام. لكن هو الموضوع أنه بسوريا الأسد بشار أسد يطلب حوار، وكل الشعب السوري في الداخل والخارج لا يثق بحواره. أنا هلا حكيت بالمؤتمر قلت يعني يا ريت إنه الجامعة العربية أو مجلس أمن أو أي دولة تتبنى الحوار، المعارضة في الداخل والمعارضة في الخارج والحكومة السورية. لماذا انك تدخل الخارج؟ لما هذا شأن داخلي سوري؟ ليه ما تدخلوش في الخارج؟ انا عم بقول المعارضة في الداخل، يوجد معارضة في الداخل ويوجد معارضة في الخارج. يعني معارضين في الخارج. يعني انتوا شفتوا موضوع التدخل الخارجي، سلاح وبعدين ارهابيين وبعدين مقاتل، يعني امور لا تريد الخير للسوريين. ليه السوريين بينهم وبين بعضهم هو شعب تاريخ وعنده حضاره وعراقه، انه يقعد على طاوله حوار ويحل مشاكل بلده بدون تدخل اجنبي؟ صحيح كلام. انا رح اقول لك شغله، لا يمكن ان يتم الحوار انه المعارضه في الخارج لا تثق ببشار الاسد في حواراته وما بيصدقوه على شيء، والبشار اسد معتبر هؤلاء المعارضون
هل هو عدم ثقة أم عدم ثقة. أو إملاءات فيهم من الخارج بعدم الجلوس على مائدة الحوار؟ عدم ثقة أخي الكريم، عدم ثقة. لا المعارضة تثق ببشار الأسد ولا بشار الأسد يثق بالمعارضة. يعني هناك أطراف، نسمع أن هناك أطراف تتدخل لمنع هذا الحوار، أطراف خارجية. لماذا مثلا المعارضة هذه لو بتحب سوريا وبتخاف عليها تبعد عن الإملاءات الخارجية سواء عربية أو غربية وتقبل الحوار من أجل الشعب السوري، من أجل دماء الشعب السوري؟ صحيح. أنا إذا بقول لك إنه يوجد أطراف خارجية تمنع بشار الأسد من الحوار، يوجد، ويوجد أطراف خارجية تمنع المعارضة السورية من الحوار. هو الذي داعي للحوار. يعني أيوة. هو اللي داعي يعني هو يدعي. هو بشار أسد أكثر الناس يعلم بأن يدعو للحوار ولن يأتوا إليه. هو بيعرف قبل ما يحكي مستحيل تجي معارضة تفاوض بشار الأسد، مستحيل. هو يعلم هذا الكلام انه لن تأتي معارضة. ولماذا لا تقطع عليه الطريق وتقبل حوار طالما انت فاهم ان هي دينيته؟ ما هو شوف كلامك جميل. هو اذا اي معارض يدخل سوريا من المطار حيتم اعدامه، اي معارض. فلا من يريد ان اي معارض. هناك معارضة تتحرك من داخل سوريا، بالداخل سوريا معارضة دول عربية معارضة سوريا في الداخل يوشك يعني مشكوك بأمرها 100%. موالين للنظام انه اي معارض في الداخل يعمل حركة واحدة انتهى. يعني انتوا كده بينكم وبين بعضكم كمعارضين غير موحدين يعني، وفاقدين الثقة بينكم وبين بعض. كخارج. ولماذا تخونهم؟ لانهم اختاروا طريقا اخر غير الدم وغير السلاح. شوف المعارض في الداخل يعلم من هو بشار الأسد، فيتكلم عن طريق أجهزة الأمن، يتحدث عن طريق أجهزة الأمن. لا يستطيع أي معارض في الداخل يتكلم كلمة تنحي الأسد. أنا أتحدث أي معارض في الداخل يقول نحن نقبل بالحوار بشرط أن يتنحى بشار الأسد. لا يستطيع يتكلم. لماذا هذا الشرط تحديدا يعني؟ رغم ان يعني ازاي مثلا تدخل حوار وانت حاطط شروط مسبقة يعني؟ طيب الحوار ده انك بدخل مع جهز مسودة جدول اعمال، ان في الاخر مصلحتي في الاول وفي النهاية تكون الشعب مش طبعا في السلطة. ما هو ازاحة بشار الاسد اذا الهدف الرئيسي هو الاستيلاء على السلطة. على عيني وراسي. انا رح اقول لك كيف حوار بشار الاسد. حوار بشار الاسد عن طريق الاجهزة الامنية، حيقعدوا على الطاولات فريق وفريق. حوار بشار الاسد الاجهزة الامنية والمسدسات والاليات على الطاولة، حيبلش حوار بشار الاسد بالآلي. هل جربت الحوار مع بشار الاسد بالقطر؟ لا، ما احنا كنا معارضين احنا بسوريا، بنعرف انه اي صحفي، شوف اي صحفي اي فنان، هلا اي فنان بسوريا اي صحفي اي رياضي مجرد ما بدا يتكلم كلمه تلاقي راح شبيحه ذبحوه بالبيت. طب انا اقول لك حاجه، انا كتجربه شخصيه جريدة الثوار نقاوم بشار الأسد، نقاوم كل الأنظمة، نحارب، نشتم، نقول ما نشاء، ودخلت سوريا بهذه الصفة. ما لقيتش شبيح ذبحني او غيره، وداخل وانا بتكلم بهذه الصفه. قالوا له اتفضل قدامك سوريا وشوف بعيني. طيب. وشفت بعيني ورجعت عرفت ان انا غلطان، بس انا الندم بتاعي كان مبكر. انت الان تقول نحن نادمون، فارجو ما قلت لي نادمون ما الحل في نظرك طالما في ندم الان؟ والله انا لو عرفان انا واي سوري بس ما لا احد يستطيع ان يتكلم الكلام اللي اعمل لك اياه. لو اي سوري بيعلم بأن سوريا ستنهار والبنية التحتية وسوريا دمار 100%، لا ما كنا بدأنا بالثورة بصراحة. وأنا والله والآن سوريا تنهار وتنهار. ما المشكلة هذا صومة لسوريا. يعني لو رجع بيك الزمن للوراء وعرفت ان كان هيحصل كده في سوريا كنت رفضت الامر بتاتا؟ كنت منعت الشباب من الدخول، وقرايب الذي انا اللي مانع عليهم وبعرفهم كنت منعتهم من الخروج ومنعت الثورات السوريه. وكنت لانه طب كيف يعني ما خطرش في بالكم حاجه زي كده وانتم عارفين امريكا من زمان بتتربص بيكم ولسه تقضي على محور الممانعه وتقضي على النظام السوري لدعمه المطلق للمقاومه في لبنان وفلسطين؟ صح. نحن بالشعب السوري ضلينا نحن 40-50 سنة تحت حكم بشار الأسد وحافظ الأسد. فلما بيطلع الجمهور المخابرات تهتف أبو حافظ معناتها صار عنا حافظ أول وحافظ ثاني وبشار أول بشار. انت حكيت يعني وراثة للأبد، حتى نهتف له للأبد يا حافظ الأسد، يعني هتافات معروفة. فلما نحن الشعب المصري استطاع أن ينحي مبارك في 18 يوم وبنفتكر 2000 قتيل،
نحن ان الشعب كسوري انه اذا حسني مبارك 5 ملايين محب الوطن وكل الشعب المصري امن وامن دوله ومخابرات، فمن هو بشار اسد امام هذا القائد حسني مبارك؟ اذا فالامر كله كان تحمس وتقليد لما حصل في العالم العربي، ودون ان تفكروا في المقارنه بين من هو مبارك ومن هو الاسد. الشعب السوري الشعب السوري اقسم بالله من ارجل الشعوب العربيه ومن اكرم الشعوب العربيه. الشعب السوري ليس اقل من الشعب الليبي والتونسي واليمني والحسني مبارك. فطالما اجى الربيع العربي على الوطن العربي يجب ان يمر في سوريا. وكانت نساء سوريا حرائر الارض ونراهم الان في الشوارع، ما رايك في انا اقول لك شغله، انا بسوريا، انا بدمشق وسوريا كل الجثث في الشوارع، ريحه جثث. انا اختي 16 واحد، اختي اسمها ناجيه معراوي بالبيت 16 واحد، هي واولادها واخواتها اولادها كلهم يعني قد يكون الموت اكرم من ان يباع الشرف على قارعه الطريق. ما رايك لما يحدث للسوريات في البلدان العربيه وفي ارض الملجا؟ والله سوريا التي فتحت احضانها لكل اللاجئين عبر العراقي فلسطيني كله الان اصبح لها لاجئين في الخارج، هل يرضيك هذا؟ والله انا بيصعب علي ان السوريين الان في دمنهور في جوامع، وبيصعب علي السوري كيف يهان في مخيم الزعتري، السوري في تركيا، السوري في لبنان، يعني في الحدائق، في الحمامات، يعني في شوارع. والسوري معزز مكرم. يعني انا اعمل لك انا نحن بدمنهور واسكندريه اقسم بالله السوري في الشوارع. يعني حرام هذا الشعب يعني ينزل. حينما ترى سوريا الان وهي تتسول على ابواب المنازل، هل في زمن حافظ وبشار لا حصل هذا في سوريا؟ لا لا لا، بالعكس الشعب السوري كانوا معززين مكرمين اقسم لك بالله. وانا كنت يعني كلنا كنا مرتاحين بسوريا والله العظيم، احلى رياحه. وحتى انا هلا يعني حتى انا كنت بشوفكم اصحاب تجاره وبضاعتكم في كل مكان في العالم، وعندكم صناعه، وسياره شام كانت فخر للعرب كلهم في الصناعات. انا من انشد يا الله ارحل يا بشار، انا من انشد ارحل وغنيت لبشار. بعدين اجى هلا انا شوف شو حغني هلا، حنقول يا بشار ويا اخونا انت اشرف من ابونا، كلاب الخليج ورطونا، شو رايك نرجع احباب؟ يعني فالشعب السوري والله العظيم حرام. ليه ما نشوفهاش على التلفزيونات وعلى الفضائيات زي ما شفنا يلا ارحل يا بشار؟ والله نحن هل فتحوا المجال لهذه فقط ولا يريدون فتح المجال لهذه؟ انا بصراحه يعني بعد شطط الشعب السوري والذل نزل العالم يعني بالاردن، والشعب السوري انهان يعني. ونحن عارفين هي كل الشعب السوري على فكره، انا حاكيك ضمير الشعب السوري كله نادم ندمان، ما نعرف ان نحن نوصل لهالدرجه هي، يعني انه بالانهيار بالبنيه التحتيه. هل صعب ان الشعب السوري يتكاتف ويطرد الاجانب من ارضه؟ هل صعب؟ وخصوصا انه شايف الان الاهل لا دخول القاعده دخولهم يعني بصراحه مزعج، انا زعلش منه. على الاقل ليه ما يكونش في دعم للجيش انه ينجح في طرد الاجانب والارهابيين من سوريا ويطهرها ويحررها، لانه اصبح احتلال الان. انت بتكلمنا على القاعده كانه احتلت سوريا بالفعل. نعم. هلا في حلب يعني في من الشباب اللي عم يطردوا القاعده، يعني في صار بلش